كان يا مكان كان في ولد شاطر اسمه إياد. إياد كان بيحب يلعب كرة جدا. في الأول كان بيهتم بمذاكرته، وفي الوقت الفاضي يلعب ويتنطط براحته. وبعد كام سنة بابا قال له إحنا هنروح بلد تانية خالص يا إياد عشان خاطر شغلي. إياد كان زعلان قوي عشان هيسيب صحابه وجيرانه، بس مامته قالت له إن المكان الجديد هيلاقي برضه فيه صحاب وجيران جداد ومش هيبقى لوحده، ووعدته هتخليه يزور صحابه كل فترة. وفعلا إياد عرف يتصاحب على ولاد كتير في الشارع وفي المدرسة، وأحسن حاجة إن كلهم كانوا بيحبوا الكرة زيه، بس للأسف ما كانوش شطار زي إياد. صحابه كانوا بيعملوا مسابقات على طول وبيلعبوا على فلوس، الفريق الخسران يدفع فلوس للفريق الكسبان. أول ما إياد عرف الموضوع ده عجبته الفكرة جدا، وقال لهم إنه عاوز يشترك معاهم في التحدي. صحابه وافقوا، بس واحد منهم قال له انت هتبقى في الفريق، بس لازم تعرف حاجة مهمة، احنا بنزوغ من المدرسة 4 أيام في الأسبوع وبنروح باقي الأيام عشان ما نتفصلش. إياد ما كانش متعود على كده وكان بيدي كل حاجة حقها، فقال لصاحبه لا طبعا أنا عمري ما هعمل حاجة كده، ماما وبابا عاوزيني أكون أشطر واحد وأنا بحب المذاكرة بس برضو كمان بحب الكورة، احنا ممكن نلعب يوم الأجازة عادي. صحابه قعدوا يضحكوا عليه ويتريقوا عليه ويقولوا له يا عيل هو انت من بتوع بابا وماما، انت مش راجل ولا ايه؟ وبعدين هما يعني هيعرفوا منين؟ هو في حد شايفك؟ ما احنا بقالنا سنين بنعمل كده ومحدش شافنا ولا اهلنا عرفوا. اياد كان زعلان قوي من كلام صحابه، وروح البيت وقفل على نفسه ومرضيش يحكي حاجة لحد، وقعد يفكر ويقول انا عايز اكون راجل زي صحابي، اشمعنى هما؟ ما كلهم بيلعبوا براحتهم، وبعدين المذاكرة مش هتعمل لي حاجة، أو ممكن أذاكر في باقي الأيام وخلاص. أنا هبقى في الفريق ومفيش أي حد هيشوفني ولا هيعرف. بدأ إياد يلعب معاهم ويهرب من المدرسة زيهم. المشكلة إن الفريق اللي كان فيه ما كانش مساعده خالص إنه يكسب، ودايما كانوا بيخسروا، وبيضطر إياد إنه يدفع كل مصروفه للفريق الكسبان. وفي يوم صاحبه قال له إن الماتش الجاي هيجيلهم ولاد أكبر منهم يلعبوا معاهم وطالبين فلوس أكتر للي هيكسب. إياد كان متأكد إنه هيخسر زي كل مرة، بس هجيب فلوس منين؟ فقال لصاحبه إنه مش هيعرف يدفع عشان مصروفه قليل. فصاحبه قال له أنا هقولك على خطة بعملها، لما بابا بينام بروح على محفظته وباخد منها اللي أنا عاوزه وبخبيه في مكان محدش يشوفه، وتاني يوم أخده وانزل ولا من شاف ولا من دري. إياد انبهر جدا بالفكرة وفعلا راح بالليل وعمل كده، وتاني يوم لعبوا وفريقه خسر ودفع الفلوس ورجع، واتكرر الموضوع ده أكتر من مرة. إياد كان مبسوط جدا بنفسه، بيلعب براحته وما بيذاكرش كتير وبياخد الفلوس اللي هو عايزها، ورغم كل ده محدش شايف حاجة ولا حد عارف حاجة، لحد ما ظهرت نتيجة الامتحانات اللي بتعملها المدرسة كل شهرين. واتصدمت مامته لما لقيته ساقط في مادتين والباقي ناجح بالعافية. لما حاولت مامته تتكلم معاه لقيته متوتر وخايف، وكل ما تسأله في حاجة يرد ردود غريبة وكلام عكس بعضه. مامته كانت ذكية وفهمت إن إياد بيكذب، وكانت حاسة من فترة إنه بياخد فلوس من وراهم، بس كدبت نفسها. لكن لما شافته كده قالت أكيد في سر كبير هو مخبيه. مامته عملت نفسها مش زعلانة خالص من النتيجة وقالت له خلاص يا إياد أنا مش زعلانة منك، حاول بس تركز الفترة الجاية عشان امتحانات آخر السنة. راحت مامته خدت أجازة أسبوع من شغلها وبدأت تراقبه من غير ما يحس، واكتشفت كل حاجة بيعملها حتى السرقة. مامته كانت مصدومة وبقت تقول لنفسها معقول ده إياد ابني اللي ربيته على كل حاجة حلوة. رجعت البيت وقعدت تستناه، وأول ما جه قالت له إياد ساعدني، أنا النهاردة كسلت أشتغل في الشغل فقلت أمضي وأروح على طول، تفتكر لما حد يعرف أعمل إيه؟ إياد قال لها بصي يا ماما، طالما محدش شافك يبقى أنت في السليم، ما تخافيش محدش هيعرف حاجة. مامته قالت له تفتكر فعلا محدش شافني خالص؟ طيب لو محدش شافني فين ربنا في حياتي؟ هو ربنا مش عارف كل حاجة احنا بنعملها؟ إياد اتوتر ووشه احمر ومعرفش يرد عليها خالص. مامته قالت له أنا عرفت كل حاجة يا إياد، أنت عارف أنت عملت كام حاجة غلط؟ أنت كذبت عليا وغشيت المدرسة والمدرسين ولعبت على فلوس وأنت عارف إن ده حرام، وعشان خاطرهم سرقت باباك، والغلطة الأكبر من كل ده إنك نسيت إن ربنا شايفك. أنت فكرت بشطارتك هتعرف تضحك على اللي حواليك،
بس نسيت ربنا ونسيت انه هيحاسبك. بص يا اياد، انت ممكن تقع في الغلط عادي لان كلنا بنغلط، بس اوعى تفكر ان عشان محدش عارف حاجة يبقى تكمل في الغلط عادي. ولو انت دلوقتي خايف او مكسوف مني فالاولى انك تخاف من ربنا. اياد قعد يعيط ويحضن مامته ويبوس ايديها ويعتذر لها ويقول لها انا اسف يا ماما، انا غلطت كتير. مامته قالت له انا مسامحاك يا اياد ومتاكده انك فهمت غلطك، انا عايزاك تبعد عن اللي خلوك شخص وحش، وشوف انت عملت ايه غلط وما تعملوش تاني، وشوف مستواك في المذاكره بقى عامل ازاي من ساعه ما عرفتهم. ومش عايزاك تعتذر لي، انا عايزاك تستغفر لربنا وتطلب منه انه يسامحك. وعشان تثبت لربنا ان انت فعلا هتتغير، اول حاجه تعملها انك تبعد عن صحابك دول. الصاحب اللي بجد هو اللي هيخليك شخص ناجح، ولو شافك بتعمل حاجه غلط هينصحك وهيبعدك عنها. وعايزاك دايما تفتكر الجمله دي، ان الله يرانا في كل مكان، ان الله يرانا في كل مكان.